السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد والفل والياسمين. النهارده بقى هنعمل شوية فول مدمس، وهعمل لكم كده بطاطس معايا بطريقة حلوة إن شاء الله تعجبكم. تمام. بصوا بقى، أنا عندي هنا فول نقع 6 ساعات، وعندي 4 معالق عدس أصفر، وعندي نص كوباية فول مدشوش. بصوا بقى، هنا هفضي الفول، هحط الفول اللي مدشوش نص كوباية، هحط حوالي 4 معالق عدس أصفر، ومعلقة كركم أو كاري بس. ما تحطيش اي حاجه تانية على الفول. زوديه ميه بزياده ووطي عليه وسيبيه عشان يستوي كده مع نفسه وما يحتاجش ميه تاني. يعني بديله ميه مره واحده بس، ما بقعدش ازوده كل شويه ميه. هو كده زي ما انتم شايفين. احطه بقى على البوتاجاز بعد اول غلوه، هوطي عليه النار جدا وهسيبه على النار هاديه مع نفسه كده. وطول بقى ما انا واقفه بفضل اقلب فيه. بصوا عامل زي الزبده. طبعا الماسكه دي للكبشه ان انا يعني بهرسه شويه، لان انا مش عايزاه في الخلاط ومش عايزاه يكون صحيح. اهو عامل زي الكهرمان، استوى بقى في منتهى الجمال. بصوا حبايبي، عندي 4 بطاطسات وسط وعندي 4 بيضات. هبشر البطاطس اهو زي ما انتوا شايفينها كده. هحط عليها شويه ملح عشان اطلع الميه اللي فيها. همسكها كده اصفي ميتها كويس عشان مش محتاجه الميه بتاعتها. اهو كده يعني اصفيها كويس. انت اول ما حطيتي ملح عليها الميه بتاعتها طلعت على طول كده، انا مش عايزه الميه دي. هحط بقى عليها شويه فلفل اسمر اهو زي ما انتوا شايفين كده، معلقه محترمه. هحط ال4 بيضات. عايز تحطي 5 بيضات حطي اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وعندي نص قرن فلفل حامي، عايزه تاخديه كله خديه بس عشان ميبقاش حرق قوي، يعني ده فطار. انا هاخد النص كفايه بس. تمام كده. عندي بقى كده معلقتين جبنه رومي كانوا مركونين في الفريزر برضو، قلت اطلع اشغلهم. حطيت كله على بعضه. انا مش هحط ملح لان انا حطيت ملح في اول مره لما صفيت البطاطس بس. هروح بيها على البوتاجاز هوريكم ان شاء الله تتعمل ازاي. انا هنا حطيت حوالي معلقه زيت. الطاسه تكون ما بتلزقش اهو كده زي ما انتوا شايفينها. هتسخن معايا الطاسه. هفضي الخليط ده فيها. هعملها قرص زي العجة بالظبط كده. بقى هفرد القرص معايا وهغطيه، وهبتدي اتابعه بقى هشوفه استوى ولا لا من تحت. انا كده خلاص سويته. هغطيه بصينية اهو. ابتدى هنا بقى يستوي اهو. طالما شلت كده واتشال معايا يبقى تمام. لو لسه لازق يبقى لسه ما استويش اهو. شايفين كده استوى عندي. هقلبه على الوش التاني وهكمل السوا على الوش التاني. ده قرص بطاطس بالبيض جميل جدا. وادي عندي الفول هنا بسم الله ما شاء الله جميل جدا اهو. انا هحط الفول شايفين عامل ازاي؟ زي المحلات بالظبط، مش احمر ومش اصفر قوي زي ما بنجيبه من المحلات. احط بقى شويه ملح، شويه زيت زيتون، احط شويه فلفل، ليمون. يعني انت بقى ظبطيه زي ما انت عايزه. التحبيشه بتاعته دي زي ما انت تحبيها. كان عندي بقى شويه زيتون هنا مخليهم برضه طلعتهم زي ما انتوا شايفين. والقرص معاكم اهو جميل جدا. يا رب تكون الطريقه عجبتكم وكون فدتكم باي معلومه. والسلام عليكم.